بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا الماكله بزاف سهله وبزاف بنينه في نفس الوقت. نديروا جامل الفيديو نبداو مباشره في المقادير. كما راكم تشوفوا عندي زوج حبات بيضنجان صغار، عندي كميه من الفيونداشي، وعندي اقل من نصف كاس من الرز. نحط الرز تاعي يطيب، لازم نطيبوه جيدا. كنت نصف كاس من الرز حطيت له كاس ونص من الماء. الباذنجان كنت قطعته قطعته الى مربعات، درت له شويه ملح وثلث مغارف زيت وغطيته على نار قليله وخليته حتى ذبال لي بهذا الشكل. حطوا له غير ثلث مغارف تاع الزيت، يعني ماهوش رايح يتشربهم، فقط كل مره حركوه. هنا بعد ما طاب لي وبرد حطيته في ريسيبيون. بالنسبه للرز ايضا الكميه كي طاب راح يولي ما شاء الله، حسيته شويه بزاف، ما درتوش كامل، خليت منه شويه. بالنسبه للفيونداشي ايضا راهي كميه قليله فقط، كما راكم تشوفوا راهي هاي في يدي وتبان. تقدروا تعوضوها ربع صدر دجاج ولا بعلبه من الطون. حطيت كميه من الدبشه، فلفل اسود وريحان، حط راس الحانوت، وعندي كميه من الكمون. هنا في هذه المرحله اللي يحب يرحي الروز تاعو في الاشوار يرحيه. انا حبيته هكذا يبقى على شكل حبات، يعني مام هكا كي نعجنو بيديا رايح يتعجن شويه. واللي ما يحبوش يبقى له حبات استعملوا الاشوار ورحيوه. انا استعملت فقط هذه الاداه، يعني كنت حبته يبقى شويه يبان. ضفت له نصف حبه من بياض البيض لانه الكميه تاعي قليله، لذلك راني نحط كل شيء بكميه قليله. حطيت ايضا نصف ملعقه من الخبز المرحي ونعجن جيدا حتى المقادير كلها تتخلط مع بعضها، ونحس انه الخليط تاعي ولا على شكل عجينه. هنايا كنت دهنت يدي بشويه زيت باش تساعدني كي ندير الكويرات. كورت الخليط تاعي بهذه الطريقه. ديروا الكويرات يعني متوسطين، ماهم كبار ماهم صغار، يعني العمليه سهله وبسيطه، وراحين في وقفه توجدوا هذه الماكله وتجي بزاف بنينه. كما شفتوني درت فقط كميه قليله وتحصلت على كميه ما شاء الله. كنت هنايا درت حبه طماطم كبيره رابيتها، حطيت لها سنه تاع ثوم وشويه ملح، نحط لها حوالي 3 مغارف ولا 4 تاع الزيت، ونخليها تطيب على نار قليله جانبا. وهنا حطيت الزيت تاعي يسخن باش نقلي هذوك البولات تاوعي. بالنسبه لهذا الكريات اللي يحبهم يكونوا صحيين وما يقليهمش، بعد ما طيب لاصوص طوماط زيدوا لها شويه ماء باش ما تكونش ناشفه، وحطوا الكريات تاعكم مباشره، يعني ما تقليوهمش. انا بعد ما طابت لي لاصوص طوماط تاعي بهذه الطريقه عاودت رجعتها في المقله العريضه لانه هذيك جاتني شويه ضيقه، ونحط الكريات تاعي اللي كنت قليتهم بهذه الطريقه. نخليوهم يتكتكوا مده حوالي 5 دقائق يتشربوا هذيك لاصوص طوماط على نار قليله. بعدها انا جبت كميه من الجبن المبشور، رايحه نربيه بهذه الطريقه. هنايا كي نرابي الجبن تاعي مباشره نطفي النار ونغطي على المقله تاعي ونخلي هذاك الجبن يذوب فقط في هذيك الحراره. زدت لها هنايا رشه من الدبشه، راح تزيد لها في البنه وتعطيها منظر بزاف باهي. شوفوا الطبق تاعي بمقادير جد بسيطه تحصلت على طبق جد راقي وبزاف بنين. ننصحكم انكم تجربوه، واللي ولادها ما ياكلوش بيضنجان ما همش رايحين يحسوا به ابدا. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.